حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تورته الفراشه اهي، هقول لكم هنعملها ازاي دلوقتي بطريقه سهله جدا وبسيطه خالص ومش مكلفه خالص على فكره، وبسيطه بسيطه بسيطه جدا. يعني ممكن تعمليها سهله خالص. تورته الفراشه دي انا عملت قبل كده معاكم تورته ارنوب، ودي النهارده بصوا شايفين دي تورته الفراشه اهي بنات، جميله جدا ويا رب تعجبكم. بصوا اهي قسمناها نصين اهي، تورته الفراشه يا بنات اهي اهي كده كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل لكم كيكه الفراشه اللي انا عملت قبل كده معاكم كيكه الارنوب. هعمل لكم كيكه الفراشه دي، تورته الفراشه. دي كيكه عاديه يا بنات. دي عاملاها ب5 بيض، 3 دقيق، فانيليا، بيكنج باودر، كم كوبايه لبن، نص كوبايه زيت وكوبايه سكر. تمام. هنزل لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. تمام. الكيكه اهي معانا، هحاول اطلعها كده. بصوا اهي اهي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا بنات اهي؟ خد الصينيه اهي، كيكه عاديه خالص يا بنات، بس هعملها لكم فراشه. تمام. حط الصينيه كده. اقول لكم بقى يا بنات هنعملها فراشه ازاي. اقسمها نصين كده واقلبها كده. خليكم معايا اقول لكم اعملها فراشه ازاي. حبايبي بصوا، اقول لكم كيكه تورته الفراشه. بصوا هتقسميها كده، دي صينيه مدوره، هنقسمها كده ايه نصين كده. بصوا يا بنات، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. كده اهو، قسمتها نصين اهو اهو. شايفين شكلها من جوه ازاي؟ انا كنت عاملاها بكاكاو. تمام. بصوا ركزوا معايا في الخطوه دي، مهمه جدا يا بنات. بصوا هتقلبوها كده اهي اهي. عاملاها لكم تاني اهي. هي كانت كده اهي. تمام. نقلبها كده. انا حابه بقى اشيل جزء من هنا كده كده، واشيل جزء تاني من هنا كده كده كده. بصوا اهي اهي كده. كيكه الفراشه اهي يا بنات كده. لو حاسه ان الجزء ده عالي شويه ممكن اشيل منه، بس بعدين انا هقسمها كده بالسكينه علشان احشيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا بنات اهي. حبايبي دلوقتي هنعمل الشربات بتاع اللي هنحطه على التورته. كوبايه سكر وكوبايه ميه، باكت فانيليا، ومكعب زبده وليمونه. تمام. كل ده هنحطه على النار. هنحط الاول الميه. ده الشربات يا بنات بتاع اللي هنعمل بيه كيكه. وكوبايه السكر اهي، بصوا الزبده والفانيليا نحطها في الاخر خالص. لما نيجي نحط الشربات على التورته هنحط الزبده، بس هنحط الزبده وهي سخنه علشان تفك طبعا. مكعب زبده، واحط باكت فانيليا. ودلوقتي هعصر الليمونه. بس كده يا بنات، وهرفعها كده على النار. بص انا هسقيها بالشربات يا بنات. طبعا انتوا عارفين الشربات سهل جدا. طبعا كوبايتين، كوبايه سكر، كوبايه ميه وليمونه، كله على النار، وحطيت عليهم معلقه زبده وفانيليا اهو. الشربات يا بنات كده، وبيبقى خفيف معانا الشربات. تمام كده.
هسقي دي ودي كمان، وهحشيها بالكريمه، وهحشي دي كمان. بصوا، ودي كمان هقسمها برضو نصين كده اهي. اهي اسقيها برضو بالشربات كده. بصوا هي متخرمه اصلا، مش محتاجه ان انا اخرمها بالشوكه اهو كده. هسقيها كلها وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني، عملت خلاص الكريمه اهي. الكريمه طبعا بتبقى عباره عن باكت الكريم شانتيه اللي انت بتشتريه، وهتحط عليه كوبايه لبن متلجه. لو ما عندكيش لبن يبقى ميه متلجه، تطلعيها من الفريزر وتعمليها اهي. او الكريم شانتيه اللي هو بيتباع فلت ده، او التاني اللي هو غالي ده ب 80 جنيه تقريبا. بس احنا خلينا في اللي على قدنا. انا هفرد الكريمه كده. انا سالت على الكريم النباتي يا بنات، قالوا لي ب 80 جنيه. احنا خلينا في ده بتاع الغلابه اللي هو 10 جنيه، ب 7 جنيه. وانا بشتريها فلت يا بنات من عند العطار، بتعمل معايا بصراحه، شايفين بتعمل معايا كميه حلوه خالص اهي. دي بشتريها انا كميه فلت، كريمه فلت من عند العطار، بجيب ب 10 جنيه. تمام. انا هفرد الكريمه كده يا بنات، وبعدين هحط الفراشه عليها من فوق. حبايبي هبدا كده بعد ما عملت الكريمه خلاص، هبدا بقى ايه ازوقها. قولي اياد. هنحط حبايبي هنعمل معاكم صوص الشوكولاته. انا قبل كده عملته معاكم على البارد كنت بحط زيت اضافه للمكونات دي كلها، انما دلوقتي هعمله على السخن على البوتاجاز. هنستغنى عن الزيت ونحط معلقتين نشا. ومعانا اياد هيقول لكم المقادير الصوص الشوكولاته. قولي يا اياد. هنحط كوباية كاكاو، وبعدين هنحط شوية سكر، كوبايه سكر، وبعدين هنحط كوبايه لبن، بعدين هنحط معلقتين نشا، بعدين هنحط لبن بودر، معلقتين لبن بودر وباكت فانيليا يا بنات. تمام. هنحط كده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطينا اللبن، سكر بودر يا بنات، سكر، كاكاو خام، ومعلقتين النشا، ومعلقتين لبن البودر. كله ده يا بنات نعمله نضربه بالمضرب السلك على البوتاجاز، كله ده على النار. وهرجع لكم تاني لحد ما يتخن معانا ويدينا كده قوام. يعني ايه، هو كل لما بيبرد كل ما هتلاقيه تخن معاكي. ده صوص الشوكولاته يا بنات، انا عملته قبل كده معاكم، بس المره دي هعمله على السخن. يعني المره اللي فاتت عملته ضربته في الخلاط، انما المره دي هعمله على البوتاجاز. حبايبي تورته الفراشه جاهزه معانا اهي بعد ما زوقتها. شايفين زوقتها كلها بالكريمه، وحطيت صوص الشوكولاته برضه اهو لما عملته معاكم اهو. بس انا حطيته في حله اكبر. شايفين يا بنات صوص الشوكولاته اهو، طعمه وقوامه كده. انا حابه سمكه كده، لو عايزه تخنيه اكتر من كده، لو عايزه سمكه يعني اتخن من كده، سيبيه شويه على البوتاجاز. واهي معانا تورته الفراشه، شايفين جميله ازاي. يا رب تعجبكم يا بنات. متنسونوش في اللايك، سبسكرايب القناه لو انت اول مره تشوفيني، ويا رب الفيديو يعجبكم يا رب. اهي تورته الفراشه اهي يا بنات، سهله جدا وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه. يلا كده الفيديو خلص معانا، ومع السلامه.